يعني إيه راجل؟ سؤال ربما تتفاوت الإجابة عنه وتختلف باختلاف وجهات النظر. لهذا اتخذته الكاتبة رشا سمير عنوانا لمجموعتها القصصية التي تتناول علاقة الرجل بالمرأة وإشكاليات هذه العلاقة. كاميرا النشرة تبعت حفل التوقيع مع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي والذي أخذ من مكتبة الديوان بالزمالك. الكتاب عبارة عن مجموعة قصص قصيرة وتقدري تقولي خواطر أو مقالات يعني عن علاقة الرجل بالمرأة وعن الشكل اللي بقت فيه العلاقة دي النهاردة بعد ما الست نزلت الشغل وبقى ليها تواجد اجتماعي بشكل مكثف عن زمان يعني. وطبعا يعني هو كان تقدري تقولي ان هو يعني خروج عن المألوف شوية او عن النمط الأدبي اللي انا كنت بكتب فيه قبل كده، لان انا كنت بكتب قصص قصيرة وكنت بكتب روايات، انما اول مرة اعمل حاجة خفيفة شوية بتخاطب الشباب يعني كتابة فيها شيء من السخرية شوية او كتابة ساخرة يعني. الحقيقه كانت طبعا الكتاب ده نزل قبل الثوره على طول، وانا كنت بتكلم فيه عن الشباب اللي هو النهارده ما احناش حاسين انه قادر يتحمل مسؤوليه وقادر يفتح بيت، اللي هو الشباب بيبقوا عاملين تسريحات غريبه وموضات غريبه، انما الحقيقه الشباب ده فاجئنا انه قام بثوره عظيمه احنا ما عرفناش نعملها. دي رابع مجموعه قصصيه ليا، اللي قبل كده كانوا مجموعه قصص قصيره صرف كلها قصص قصيره، قصه مثلا في 30 من 40 صفحه. المره دي هي زي ما بقول كده مع ايقاع العصر، اللي هو عارفه زي التيك اواي كده، الايقاع اسرع شويه والقصص اصغر شويه، يعني ممكن القصه تبقى في صفحتين ثلاثه، لان في الواقع ده انا ما بعتبروش مثلا زي ما الناس بتقول ان الشباب دلوقتي ما بقاش مثقف او قله ثقافه، لا خالص، هو ما عادش فيه وقت، وايقاع العصر السريع بقى واخد الناس اللي ما حدش فاضي قوي انه يقعد يقرا روايات طويله. ده طبعا لا يقلل من شأن الروايه لان الروايه هي الاصل، انما يعني هي حاجه المسيره والاساير بيها الركب الجديد او الموضه، لان الناس يعني مش عايزه اقول موضه، بس ايقاع العصر بقى محتاج حاجه اسرع ومحتاج حاجه تخلصيها بسرعه، ما تقعديش تقري فيها فتره طويله، الواحد واخدك الشغل واخدك الولاد وبتاع، فالواحد بيبقى محتاج حاجه يخلصها بسرعه عشان ما ينساش يعني حاجات ما لهاش علاقه ببعض. بأسلوب رومانسي واقعي وأحيانا ساخر، قدمت الكاتبة رشا سمير علاقة الرجل بالمرأة وإشكاليات هذه العلاقة من خلال مجموعة من القصص القصيرة واللوحات الأدبية في كتابها يعني إيه راجل. مريم شفيق، قناة النيل.